السلام عليكم، كي دايرين المشاهدين ديالي؟ اش اخباركم؟ توحشتكم بزاف، وداكشي علاش رجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا موضوع ديال بزاف ديال الناس سولوني: عافاك خديجه، هضري لنا على الصباغه ديال الشعر. بغينا شي صباغه تكون زوينه صحيه طبيه، وداكشي علاش انا اليوم خصصت هذا الفيديو. غتبعوا معايا ان شاء الله من الاول حتى الاخر. غادي نهضروا على لاكام، على الكولوراسيون ديال لاكام بيوكيغا. الو أه قبل ما ندخل في الموضوع، اللي كيشوف القناه ديالي اول مره ما ينساش يضغط ابوني ويتفاعل الجرس باش دائما يوصلوا الجديد ديال القناه ديالي، ويخلي لايك او كومونتير. الو اليوم غادي نهضروا على الصباغه اللي قلت لكم ديال الشعر اللي هي ديال لاكام بيوكيغ. يعني كاين اللي غادي يعرفها وكاين اللي ما غادي يعرفها، ولكن في هذا الفيديو انا جيت نعرفها للناس كلهم. لافونتاج ديال هاد الصباغه هي انه كتلقاو فيها جميع لي كولوراسيون اللي نتوما كتحتاجوا، جميع الالوان، كاع الالوان اللي كتبغيو كتقدروا تلقاوهم هاد لاغام ديال هاد الكولوراسيون ديال لاغام بيوكيغا. هو 1 3 4 5 هادو هاد الاخرين شوفوا كلهم. الو هاد لاغام فيها لي زويل اسونسيال، يعني فيها لي زويل فيجيتال. لي زويل فيجيتال اللي كيعاونونا على الزغبه ما تضررش من الصباغه وما تقصفش وما تحرقش لينا الزغبه بالصباغه. واخا هي هاد الكولوراسيون راها ما فيهاش مواد ضاره، سون بارابين، سون سيليكون، سون امونياك. ولافونتاج اللي فيها انها كتقبط لينا شويه. كاين بزاف ديال لي كولوراسيون كتستعمليها دغيا كتحيد. هادي لافونتاج ديالها انها كتديرها وكتشد ليك، كتقبط ليك واحد المده كيف ما قلت لك. كتخلي لك الزغبه رطبه، ما كتقصفهاش، ما كتضرهاش. بعد ما يعني من بعد ما كيهبط لينا يعني كيحيدوا لها الكولوراسيون كاع لنا من شعرنا، كيبقى لينا الزغبه ديال شعرنا هي اولا كتزيد انها تنعم لينا الزغبه اللي في الشعر ديالنا. هي كتجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. هذا هو الفوليوم ديالها على حساب كل ريفيرونس، يعني الفوليوم كيجي على حساب كل ريفيرونس. والتوب راه كتكون كافيه للشعر، الا كان قصير الا كان طويل كتستعملي دو توب باش يلا كيجيك هي هذيك. هاد الصباغه طبيه كينصحوا بها بزاف اطباء ديال الجلد. الناس اللي كتبغي تصبغ شعرها كينصحوا بها بزاف اطباء الجلد. ما كتضررش لينا الفروه ديال الشعر ديالنا، ما كتضررش لينا الزغبه تاعتنا، ما كتسبب ليناش حساسيه، ما كتسبب ليناش شي تهيج لا في الشعر ولا في الجلده تاع، يعني ما كتسبب لك لا قشره لا حكه لا حساسيه لا حتى حاجه. منتوج طبي 100%. كيكتبوها وكيعتمدوا عليها الاطباء الجلد. لاغام بيوكيغا كيعتمدوا عليها بزاف كي قلت لكم اطباء تاع الجلد. هي من لابوغاتوار سالارم دايرين بيوكيغا طبيه. هي بزاف ديال لي شامبوان، منهم واحد الشامبوان درتو قبل هذا الفيديو اللي داز ديال ارغان، كاينين بزاف فيها ديال لي ريفيرونس. كيتواتلك مع الزغبه تاع الشعر تاعك. كتشوفي انت على حسب الزغبه، على حسب النوع ديال الشعر اللي عندك، رطب دهني فيه القشره، عندك لاشوت، عندك هذا متقصف ليك يعني ناشف ليك. على حسب هذا، على حسب المشكل اللي عندك في شعرك كتاخدي صباغه اللي هي مضمونه 100%، ما كتاديش ليك الزغبه كي قلت لك ولا الفلوه تاع. استعمليها وانت ايضا دايره شي سوان شعرك، يعني عندك دايره بروتين ولا دايره كيراتين ولا دايره اي سوان لشعرك، استعمليها معاه. ما كطيحلكش هذاك، يعني ما كتحيدوليش من الزغبه ديالك. لا انت دايره نورمالمون البروتين وخفتيها تحيد لك، ما عندها ما دير لك، ما عندها ما تحيد لك، بالعكس غتعطيك الكولوراسيون كتقلبي عليها، على ليدغاتاسيون كتقلبي عليها، لا بغيونس اللي كتقلبي عليها، وكتخلي لك الرطوبيه ديال البروتين ولا تاع السوان اللي
انت دايره يعني نوع السوان ديالك اللي دايره في شعرك. غير النصيحه انك تاخدي معاها الشامبوان والماسك اللي تابع لهاد لاكام. هما راه نورمالمون كيعطيوك مع الصباغه، كيعطيوك واحد لي شونتيون بحال هكا كيف ما كتشوفي. كاين الشامبوان وكاين لو ماسك. كاين الشامبوان ديالو كتصبغيه مع سون سلفات سون بارابين، تا هو الشامبوان سون سلفات سون بارابين. ا بارتير دو 3 ans هاد الشامبوان نستعملو ما كاين حتى شي مشكل. دونك نتيا كتولي كتشري الموديل الكبير ديال هذا الشامبوان مع الماسك باش كتبقاي كتعتني بشعرك، كيبقى لك هذاك اللمعان وكتبقى شاده لك شويه الصباغه وشاد لك هذاك السوان اللي بشعرك. دونك فريمون كتعتني بلا غامبيو كيغا، كتعتني بالشعر، كتعطيه واحد الفريونس، كتعطيه واحد لا فيتاليتي غزاله بزاف بزاف بزاف. كنصح اي سيده كتبغي تصبغ شعرها، سواء كتبغي تغطي الشيب ولا كتبغي شي لون في شعرها، كنصحها دير بيوكيغا كولوراسيون. ها هي سكرينيها، شوفي الا بانت لك هكا، هي سكرينيها زوينه بزاف، زوينه لواحد الدرجه. واخا نشكر فيها التنعيه، راه كاينين بزاف دي كليون كيجيو كياخذوها وكيشكروها. ما كنشكرهاش انا اللي كنبيعها، ولكن كيشكروها الناس اللي ديجا استعملوها مره، زعما بزاف ديال المرات. الوغ نتمنى انني نكون لبيت الطلب ديال الناس اللي طلبوني نهضر على الصباغه ديال الشعر اللي تكون زوينه وطبيه وبدون مواد كيماويه، بدون حساسيه، بدون تهيج. هذا هو الفيديو ديالكم، كنصحكم انكم تشاهدوه، والى اللقاء في فيديو اخر ونصيحه اخرى. وما تنساوش دائما تشجعوني لايك وبارطاجيو الفيديو تاعكم في لي جروب. من كرا زعما يوصل هذا الفيديو مشاهده كبيره، حيت بزاف تاع الناس سولوني على الكولوراسيون، على الصباغه تاع الشعر، وهذا هو الفيديو ديالهم. الى اللقاء فيديو اخر، بسلامه.